يا أهلا بالفيلموية. فيلمنا بيبدأ بميجان أو العميلة 83 اللي بتقول إنها يتيمة والحاجة الوحيدة اللي عرفتها هي بريسكوت. بتكون مدرسة حكومية عالية السرية بتحول البنات الصغيرين لآلات قتل، بتدربهم على القتال واستخدام الأسلحة المتطورة وسواقة العربيات بسرعة عالية، ومش مسموح فيها للطالبات إنهم يكونوا صداقات ولا إنهم يكونوا عيلة واحدة بالرغم من إن كلهم يتامى. ورئيس بريسكوت بيكون هاردمان وبيكون عنده أفكار استثنائية ومختلفة للتعليم. مثلا بيعلم البنات إنهم عشان يكونوا بريسكوت لازم تكون كل بنت كأنها لوحدها على جزيرة، وإن نواياهم تجاه بعضهم لازم تكون سيئة، وإنهم بيتدربوا مش علشان يحموا نفسهم، لا علشان يخلصوا على الطرف التاني. بتكون ميجان حابة إنها تعيش بشكل طبيعي وتكون صداقات، لكن بالرغم من ده كانت الأفضل بين الطالبات في القتال واستخدام السلاح والأولى في تنفيذ المهمات. وكانت ميجان في مهمة في برلين، ووقت ما كانت بتقوم بمهمة شافت حفلة فيها مجموعة من الشباب والبنات بيرقصوا ومبسوطين. اتمنت إن تكون دي حياتها وإن يكون ده العالم بتاعها، فحبت تعرف إيه الحاجات اللي الأطفال العاديين بيعملوها. جمعت معلومات ومجلات واسطوانات وبدأت تسمعها، وهي بتشوف الاسطوانات لقت إن الشباب والبنات في العادي بيحصل بينهم انجذاب وحب، وبدأت تتأثر وتعيط وتمنت إنها تعيش الإحساس الجميل ده. بنروح بعد كده للمدرسة، والرئيس هاردمان في اجتماع مهم مع الطالبات، وبيكون بيعرفهم بشخصية خطيرة جدا وهي فيكتوريا نوكس، تاجرة خبيرة في السلاح الأمريكي، وإنها أسطورة وحقودة وعديمة الرحمة وبتتمنى تتخلص من بريسكوت. وبيقول لهم لو كنتوا إرهابيين وعاوزين تقتلوا ناس معينة بتكون فيكتوريا هي الشخص اللي تتصلوا بيه. ما تنخدعوش بمظهرها الجميل لأن معدل ذكائها 140 وهتستخدمه في قتلكم، وإنها كانت موجودة آخر مرة في كورسيكا من 3 سنين، وإنها ظهرت تاني لمدة 8 ساعات، ومن المحتمل إنها تختفي لو ما قدرناش نمسكها. وبيسلم المهمة دي لميجان العميلة 83 وبيطلب منها تجيبها حية، وهنا بتعترض العميلة 84 كالعادة لأنها بتغير من ميجان، وبتقول له إن المهمة دي المفروض تكون بتاعتها لأنها درست ملفها كويس، وإن ميجان مهتمة بس إنها تشم العطر الجديد من كيشة. وبيتفاجئ المدير إن ميجان بتقرا في مجلة ومش مركزة، فبيتعصب عليها وبيقول لها إنها لازم تركز في المهمة لأن فيكتوريا بالشكل ده هتقتلها، وإنهم هيتحركوا بعد ساعة. بنروح بالمشهد اللي بعده للشيشان، وبتظهر فيكتوريا وبتكون خاطفة 4 أشخاص بمساعدة عصابتها ومغطية وشهم، وبتقول لهم إنهم بقوا في إعداد الأموات، وبتكشف عن وشوشهم. وبتكون ميجان واحدة من الأشخاص المخطوفين، وبتقول لها أخيرا مسكتك، وبتتمكن منها ميجان وبتضربها بعنف في رجلها وبتوقعها، وبتضربها في راسها وبتستخدم سلاحها وبتضرب نار على واحد من أفراد العصابة في رجله. وهنا بيطلع بالون هوا كبير متوصل بحبل لفوق، وبتحاول فيكتوريا إنها تخنقها بالحبل، يكون في السماء طيارة فيها المدير والطالبات بتشد الحبل وبتسحب فيكتوريا وميجان وبيطيروا معاها. فبتقول ميجان لفيكتوريا مسكتك. فيكتوريا ردت عليها وقالت لها مش هتقدري تاخدي حاجة يا طفلة، وبتقطع فيكتوريا الحبل من فوق ميجان بالسكينة وبتضرب عليها نار وبتقع ميجان في البحر. بتوصل فيكتوريا للطيارة، وهنا بتكون المفاجأة. بيظهر المدير هاردمان وبيستقبل فيكتوريا وبتسلمه سلاحها، وبيسألها فين العميلة 83 وبيطلب من الطالبات يكتفوها، وبيبدأ ينادي على العميلة 83 في جهاز الإرسال وبيطلب منها ترد عليه وتوري نفسها. وهنا بتخرج ميجان من المية وبتشوف الطيارة، وبتسمع المدير بينادي عليها في جهاز الإرسال، لكنها بتقرر ما تردش وإن دي فرصتها للهروب، وبترمي الجهاز في المية. وبيلاقي المدير إن مفيش أي صوت، فبيفتكر إنها ماتت والطيارة بتمشي. وهنا ميجان بتكون فرحانة ومش مصدقة إنها خلاص مش هترجع المدرسة تاني، وإن مهمة الثانوية خلصت، وبتقرر إنها تدور على أسرة ليها على الإنترنت، وفعلا بتلاقي الأسرة المناسبة. وبتسافر ميجان علشان تقابل أسرتها الجديدة في نيوتن، وبتتعرف عليهم وبتروح عشان تسلم على راجل واقف جنبهم. بتقول لها الأم إنهم 3 أفراد بس وإنها مطلقة، وبتقول لها إن جوزها هرب مع مندوبة أدوية. وبتسألها الأم باباكي ومامتك لسه مع بعض؟ بتقول لها ميجان إنها يتيمة، وبتروح معاهم البيت وبتدخل أوضتها الجديدة وبتكون فرحانة بيها. وبيجي وقت العشاء وبيلاحظوا إنها بتاكل بطريقة غريبة، وبتسخر منها الأخت وبتقول لها إن تصرفك مقرف. وبتكون في أوضتها بتدخل عليها الأم وبتسألها محتاجة حاجة؟ بترد عليها إنها عندها كل حاجة وهي بس بتجهز علشان تخرج. فبتقول لها الأم إنهم مبسوطين بوجودها، وبتخرج بالفعل الساعة 7 وبتركب الباص وبتروح ثانوية نيوتن، وبتكون لابسة بطريقة غريبة والبنات بيبصوا عليها وبيضحكوا. وبتحاول انها تتعرف على بنت وتكون صداقة زي ما كانت بتتمنى، لكن البنت بتنفر منها وبتتريق على لبسها ومكياجها، وبتقول لها ما تحاوليش تتكلمي معايا تاني، وبتسيبها وبتمشي. وبتحضر أول اجتماع في العام الدراسي الجديد، لأن لأول مرة ثانوية نيوتن هتشارك في برنامج طالب بديل جديد، وبتكون واقفة بتستعد انها تطلع على المسرح عشان تعرف نفسها. فبتلاقي
بتلاقي طالب واقف وراها وبيسألها هو ده اجتماعك الأول؟ فبتقول له آه، وبتسأله أنت عضو في الفرقة؟ فبيرد عليها بإنه بيهتم بإضاءة المسرح والتصميم. وبيجي الوقت إنها تطلع على المسرح وبتبدأ تعرفهم بنفسها وإنها فخورة بالانضمام لثانوية فايكنج. وللأسف بيقابلها الطلاب بالسخرية وبيقولوا لها ارجعي لبلدك. وفي اللحظة دي بيظهر الطالب بيتر، طالب في الفرقة الغنائية، وهو بيعزف وبيغني وبيرحب بيها وبيطمنها إنها هتنجح. وبيبدأ بيتر يغني مع فرقته على المسرح، وميجان كانت معجبة جدا بصوته. وبتحاول بنت إنها تتعرف على ميجان في البريك وبتعتذر لها عن سلوك زملائها وبتطلب منها تقعد معاهم، لكن ميجان بترفض إنها تنضم ليهم وبتقول لهم إنها عارفة إنهم رؤساء المشجعين وإن دورهم يتريقوا على أي حد جديد، ولما يدعوها للأكل هيوقعوها ويسخروا منها، علشان كده هي مش هتقعد معاهم وبتمشي وبتسيبهم. والظاهر كده إن الأفلام مأثرة على مخ ميجان. بتروح بعد كده لأول حصة ليها وبيظهر إن مفيش حد عايز يقعد جنبها إلا روجر اللي بيوسع لها مكان، وهي بتروح تقعد جنبه وبيظهر إنه مستلطفها. بعد نهاية الحصة بيبلغ المدرس الكل إن هو اللي هيختار زميل كل واحد في الفصل، وبيروح يطلب من كاش إنهم يعزفوا سوا. وبنشوف نفس الطالب وهو بيحاول يلمس ميجان، لكنها بتمسك إيده المرة دي وبتتنيها. بالليل بتتسلل ميجان للمدرسة وبتخترق كمبيوتر المدرسة وبتغير مقعدها جنب كاش، ومش بيقدر الحارس إنه يمسكها لأنها استخدمت مهارتها في التسلل. تاني يوم بنشوف والد روجر وهو بيوصله للمدرسة وبيفضل يسأله عن ميجان لأنه مركز معاها، وبيسأله باباه لو بيحبها، لكن روجر بيطلب منه ما يتدخلش في الحاجات دي. بتدخل ميجان الفصل وبتروح تقعد جنب كاش لأنها بتكون متأكدة إنها غيرت مكانها جنبه امبارح، لكن بتوصل عندها بنتين وبتقول لها واحدة منهم تقوم من مكانها لأن هي متعودة تقعد جنبه، لكن المدرس بيريحهم الاتنين وبيطلب من كاش يساعده في التجارب. بعد انتهاء الحصة بتروح إيمي اللي بتكراش على كاش تكلم ميجان وبتقول لها إنها عارفة إنها معجبة بكاش، وبتقول لها إن كاش بيحب نوع بنات معين ولو عايزة تخليه يحبها تروح تقدم في فريق المشجعات. وبيظهر إن إيمي بتخدعها، لكن ميجان بتصدق كلامها وبتاخد منها استمارة التقديم للفريق. وبتروح تاني يوم تقدم ومش بيكون في حد غيرها، علشان كده بتختارها المدربة من غير ما حتى تشوف هي عملت إيه، وميجان مش بتلاحظ ده. وتاني يوم بتكون ميجان في فصلها وبتلاحظ ان في عربية بيضة بتراقبها، وبتكون متوترة وخايفة لا يكون هاردمان، لدرجة انها مش بتركز في الاجابات اللي بتقولها. واثناء تدريب فريق التشجيع بيوصل 3 شباب وبيحاولوا يخطفوا ميجان لكنها بتضربهم، وبيظهر ان ده تقليد من فريق التشجيع انهم يخطفوا الرمز بتاع كل فريق. وبنعرف ان المنصب اللي كانت متقدمه له ميجان هو الرمز التشجيعي للفريق. وبيظهر ان الضرب اللي ضربته ميجان للشباب الكل صوره، وبتمشي ميجان وهي متعصبة لأنها مش قادرة تتأقلم مع حياة الثانوية، لكن روجر بيروح وراها وبيطمنها إن كل شيء هيكون بخير. بس هي لما بترجع بيتها بتقطع كل الصور اللي كانت معلقاها في أوضتها، وبتدخل عليها والدتها بالتبني وبتهديها، بس ميجان بتعيط وبتقول لها إنها مش فاهمة أي حاجة في الحياة ومش قادرة تتأقلم مع الشباب اللي في سنها. لكن الأم بتطمنها وبتقول لها إن دي مجرد الثانوية العامة، ولو عايزة تعدي منها يبقى لازم تحاول تفهم، لأن محدش بيتولد فاهم الثانوية العامة. وفي مؤسسة هاردمان بنشوفه وهو بيستجوب نوكس علشان تقول على شركائها في العمل، لكنها بترفض تتكلم عن أي حد فيهم وبتقول له إنها قريب هتهرب من هنا. تاني يوم بتوصل ميجان للمدرسة وبتتفاجئ إن الكل بيتكلم عنها بسبب الفيديو اللي انتشر ليها وهي بتضرب الشباب، وهي بتكون فرحانة لأنها تبقى مشهورة وسط الطلاب، لكن ليزا بتتضايق منها لأنها مش بتحب جذب الانتباه، وكمان الكل بدأ يتريق عليها. بعدها كاش بيعزمها على الحفلة الموسيقية بتاعتها اللي هتكون في نهاية الأسبوع، لكن ليزا بتحذرها لأن كاش شاب مش كويس، بس ميجان مش بتسمع كلامها. بتروح بعدها ميجان تحضر عزف المجموعة في التدريبات، وبيظهر إن روجر بيحاول يتقرب منها، لكن لما بيوصل كاش بيجذب انتباه ميجان، ودي حاجة بتضايق روجر. بعد كده بيقعد كاش يلعب ألعاب قتال، وبتفضل ميجان تديله نصايح علشان يفوز، وهي بتفرح لأنه كسب بسببها. تاني يوم بتكون ميجان راجعة للبيت وبتلاحظ إن في عربية وراها وبتيجي علشان تهرب منها، لكنها مش بتلحق لأن في حد بيخدرها. بعدها بتفوق وهي مربوطة في كرسي وبتلاقي هاردمان قدامها وبيسألها هربت ليه، لكنها مش بترد، فبيحقنها بمصل الحقيقة علشان تعترف، لكن كل اللي بتقوله إن هي كان نفسها تعيش حياة طبيعية وإن كان نفسها تعيش وسط عيلة مش معاه. فبيقول لها هاردمان إنه هيديها فرصة تنهي الأمور هنا، وبعد فترة هيرجع ياخدها تاني، علشان كده تجهز لأنه هيرجعها مرة تانية للمؤسسة. بعدها بيسيبها قدام الباب بتاع البيت، وبتخرج ليزا وأخوها وبيلاقوها واقعة قدام البيت وعمالة تخرف بكلام مش مفهوم، وبيغمى عليها. بعدها تاني يوم بتروح ميجان للمدرسة وبتقعد تتغدى مع روجر اللي بتسأله عن باباه اللي متعود يوصله كل يوم، لكنه بيقول لها إن باباه حاسم شوية، بيحب يتدخل في كل حياته، ودي حاجة مضايقاه
معاه لكنه مش بيحب يزعله، لكنه بيقول لها إن العيلة اللي هي معاها كويسة ولازم تحافظ عليها. بعدها بتسيبه وبتروح تقعد مع كاش وهو بيعزف، وبيظهر إن روجر زعل برضه لأنه حبها لكنها مش حاسة بيه. وبالليل ليزا بتقول لمامتها إنها ما ينفعش تسمح لميجان تروح الحفلة لأنها امبارح رجعت البيت وهي فاقدة للوعي، فبتقول لها والدتها تروح معاها علشان تضمن إنها مش هتشرب حاجة تخليها تفقد الوعي. بيروحوا الاتنين للحفلة بالليل لكنهم بينفصلوا عن بعض علشان كل واحدة تعمل اللي هي عايزاه. لكن ميجان بتتفاجئ بزميلتها سارة في الحفلة، فبتاخدها على جنب وبتسألها بتعمل ايه هنا، فبتقول لها إنها عايزة تجرب نفس الحياة اللي هي عايشاها. لكن ميجان بتحذرها من إنها تكشفها قدام حد أو حتى تقرب من كاش حبيبها، لكن سارة بتقول لها خلينا نتنافس عليه ونشوف مين هيكسب. أما ليزا بتكون قابلت برنارد اللي قاعد بيشرب لوحده، وبيقعدوا يتكلموا سوا وبيظهر إن بينهم حاجات مشتركة، فبيقعدوا يشربوا سوا أكتر. بيوصل روجر للحفلة وبيدور على ميجان، لكن ليزا بتقول له يشوفها تحت، وبينزل بيلاقيها بتقرب من كاش، فبيمشي وبيسيب الحفلة وهو زعلان منها. بعد كده بتنزل ليزا وهي شاربة كتير، وكان المفروض إن ميجان ترجعها للبيت لكنها بتفضل تروح مع كاش وبتسيبها لوحدها غايبة عن الوعي. وتاني يوم بتلاقيها مامتها مرسوم على وشها، فبتعاتب ميجان لأنها سابت ليزا لوحدها والمفروض إنهم عيلة ويفضلوا مع بعض. بيجي ميعاد المدرسة وميجان بتلاقي هاردمان هو سواق الباص، وبيحذرها من إن نوكس هربت وأكيد هتدور عليها علشان تنتقم منها لأن هي اللي قبضت عليها، فهي بتطمنه إنها هتقدر تتعامل معاها، لكن بتترجاه يسيبها لأنها خلاص أخدت على الحياة بالشكل ده. تاني يوم بتكون رايحة المدرسة مع ليزا اللي بتعاتبها لأنها سابتها لوحدها، لكن ميجان بتقول لها إن دي كانت آخر فرصة علشان كاش يطلب منها الخروج. وفجأة وهم ماشيين بتهجم عليهم عربية وبتضرب عليهم رصاص، فبتسوق ميجان بدل ليزا وبتبدأ تتقاتل مع العربية لحد ما بيدخلوا في منطقة عربيات متكسرة، وبتتخبط العربيتين في حيطة سد. لكن ميجان لما بتروح تشوف مين في العربية التانية بتلاقيه هرب، وبتشرح لليزا إنها عميلة سرية ومهمتها القبض على الأشرار، وإن اللي عايزة تقتلها واحدة من اللي قبضت عليهم قبل كده لكنها هربت من المنظمة. وبتدخل ليزا المستشفى بسبب الإصابة اللي في راسها، ولما ميجان بتتصل على هاردمان علشان يساعدها بيقول لها إنها سابتهم علشان كده هي لوحدها. بعد كده بيوصل روجر للمستشفى علشان يطمن عليها، ولما بيلاقيها سليمة بيسيبها وبيمشي وبيقول لها إنه شافها مع كاش. بعد كده بتروح تعتذر لليزا عن اللي حصل، وبتقول لها إنها هتسيبهم علشان ما تأذيهمش، لكن ليزا بتترجاها تفضل معاهم لأنها حبتها بغض النظر هي مين. بيجي يوم حفلة تخرج والاتنين بيجهزوا علشان يروحوا للحفلة، وبيكون برنارد مستني ليزا. أما ميجان فبيكون كاش شريكها، وبتسلمهم مامتهم للشباب وبيمشوا. بيوصلوا للحفلة وبتروح ليزا ترقص مع برنارد، ولما ميجان بتطلب من كاش ترقص معاه بيرفض، وبتحس إنه إنسان أناني ومش مراعي لمشاعرها، فبتقرر تنفصل عنه. ولما بتيجي تبلغه بيقول لها توفر الكلام ده لبعد الأغنية بتاعته لأنه مش عايز يتعب صوته في الخناقات. فبتسيبه وبتروح لروجر اللي بتكون حابة تعترف له بحبها، لكنها بتتصدم منه مع سارة زميلتها اللي بتستفزها، فبتتخانق معاها ميجان وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض والحفلة كلها بتقوم على بعضها. لكن سارة بتكون عايزة تقتل ميجان لأنها بتشتغل مع نوكس اللي وعدتها تشغلها معاها. ولما ليزا بتسمع سارة وهي بتقول لميجان كده بتهجم عليها وبتجرحها في رجليها. بعدها بتقدر ميجان إنها تقبض عليها وبيرجعوا للبيت علشان تنقذ عيلتها، وبتلاقي إن نوكس هناك ومحاصرة البيت، لكنها بتقدر تدخل وبتقوم بينهم خناقة. لكن نوكس بتكون هتقتل ميجان، بس أخو ليزا بيرمي عليها قنبلة والكل بيتشتت. وبيوصل هاردمان للمكان وبيقبض على نوكس وشركائها، وبتشكره ميجان لأنه أنقذها ورجع علشانها. بعدها بيديها مفتاح الطيارة بتاعته علشان ترجع للحفلة، لكن هي بتروح تاخد روجر من عربية باباها وبتعترف له بحبها، وبتقول له إنها والأول مرة تعرف هي عايزة إيه. وبيتصالحوا الاتنين وبيمشوا سوا، وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.